أحمد من يفرد بالتوحيد سبحانه جل عن النديد، مصليا على نبينا الذي قدم توحيد الإله ثم ذي. منظومة التوحيد والإيمان يسهل حفظها على الصبيان، إيماننا بستة أركان يبنى فكن بها على استيقان. بالله والملائكة الكتب الرسل واليوم الآخر وبالأقدار كل، فالله رب مالك وخالق وآمر كونا وشرعا رازق. هذا ولا إله إلا الله معبودنا بالحق لا سواه، ومن لغيره العبادة صرف عمله يحبط والشرك اقترف. أسماؤه حسنى صفاته علا، فلا تمثلا ولا تعطلا. ثم الملائك عباد كرموا بما أتى في ذكرهم نسلم، من اسم أو عدد أو صفات أو عمل في الذكر والآيات. فمنهم جبريل ميكائيل ومالك وصح إسرافيل، وكتب الله التي قد أنزل على النبيين الذين أرسل. نؤمن إجمالا بما قد أجمل منها كما نعين المفصلا. صحف إبراهيم والتوراة زبور الإنجيل واردات، وختمت بالمحكم القرآن هدى كلام ربنا الرحمن. تكفل الله على بحفظه إيماننا بحكمه ولفظه، ورسل الله مصدقون في كل ما به يخبرون. وفي الكتاب منهم 20 و5 بالاسم مذكورون، ختامهم محمد من أرسلا للناس كلهم من الله على. باليوم الآخر يقينا نؤمن فيه يجازى كافر ومؤمن، وبنعيم القبر والعذاب والبعث بعد الموت والحساب، وما لساعة من الأشراط وبالشفاعة وبالصراط والحوض والنار وبالجنان، ونظر المؤمن للرحمن، وبالقضاء خيرا وشرا قدرا علمه كتبه شاء برا. ونحن مع هذا نرى الجماعة حقا فلا تنزع يدا من طاعة، كذا نحب الآل والصحابة هم خير ذي الأمة لا غرابة. وللكتاب السنة الإجماع متبعون دون ما ابتداع. إيماننا عقد وقول وعمل، بالطاعة ازداد وبالعصيان قل، ولا نكفر أولي الإسلام بما سوى الكفر من الآثام. يا رب ثبتنا على الإيمان، صل على النبي كل آن.